قبل ما تستخدم الدواء ده في كام نقطه مهمه لازم تكون واخد بالك منهم كويس. خلينا متفقين ان الماده الفعاله هي الميتفورمين ولها استخدامات كتير جدا مع مريض السكر من النوع الثاني وكمان سكر الحمل، وكمان مهمه علشان بتقلل كوليسترول الضار والدهون الثلاثيه، وكمان لها دور مهم في مرضى الكبد الدهني وبيتم ادراكها في بروتوكولات التخسيس. ولكن مش ده اللي انا جاي اكلمك عليه. عايزك تاخد بالك ان مع الاستخدام الطويل الماده دي بتتعارض مع امتصاص فيتامين بي 12 وبتقلل السيرم ليفل بتاعه. فيتامين بي 12 مهم جدا وخصوصا مع مريض السكر علشان الاعصاب الطرفيه، ده غير ان هي ممكن تدخل الشخص في انيميا زي البرينيرشيس انيميا او الميجالوبلاستيك انيميا، ودي انواع بيسببها نقص فيتامين بي 12. علشان كده مهم انك تهتم دايما تاخد مكملات فيتامين بي 12 مع استخدام الميتفورمين علشان تحافظ على اعصابك وكمان تقي نفسك من الاصابه بانواع الانيميا الميجالوبلاستيك او البرينيرشيس انيميا. كمان مع الاستخدام لفترات طويله ممكن تسبب حاجه اسمها اللاكتيك اسيدوزس. اللاكتيك اسيد بترسب في الدم وده مرض خطير جدا، هنبقى نتكلم عنه في حلقه منفرده، ولكن لازم تاخد بالك منه ممكن يؤدي بالشخص الى غيبوبه. فالميتفورمين مش السبب الاساسي في حدوثه، ولكن هو بيكون عامل مساعد مع شخص عنده مشاكل في الكبد او الكلى، شخص مش بيشرب ميه كتير، بيقعد في اماكن الاكسجين فيها قليل لفترات طويله. علشان كده عايزك تهتم دايما بتحاليل دوريه تطمن على الكبد والكلى وتشرب ميه بكثره مع استخدام الميتفورمين، وتحافظ على نفسك واقعد في اماكن فيها اكسجين كويس. ولو استفدت من الفيديو شاركه مع غيرك وما تنساش المتابعه. سلام عليكم.